السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة أم وصال وياسمين. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. الله يدخل عليكم هذا الشهر الفضيل شهر رمضان بالصحة والسلامة ويدخلوا علينا كاملين. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الشباكية. إلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على جل الاشتراك باش يبقى يوصلكم ديما الجديد، واللايك لتشجيع القناة، وخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. عندي هنا كيلو ديال الدقيق الممتاز خاص بالحلويات. عندي هنا كيلو و200 غرام، يعني كيلو وجوج كيسان. اللي بغات تعبر بالكيسان غادي دير 12 كاس او 11 كاس. اللي ما عندهاش الميزان، عندي هنا معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال النافع، عندي صفر بيضه خماره يعني كيس من خميره الحلوى، عندي كاس ديال الماء الزهر، نص كاس ديال اللوز، كاس ونص ديال الجنجلان، عندي هنا نص كاس ديال زيت الزيتون او زيت العود، غادي نزيد باقي نص كاس اخر، يعني بالمجموع كاس ديال العنبه ديال الزيت. الا ما بغيتوش ديروا زيت الزيتون كديروا كاس عامر ديال الزيت النباتيه. عندي قبيصه الملح، وعندي ديك الضامه ديال الزعفران، وعندي 125 غرام ديال الزبده. بالنسبه للخل غادي ندير 3 المعالق. الخميره الفوريه كتبقى لكم اختياري ماشي ضروري. هنا غادي ناخذ واحد القصعه وقصريه غادي ندير فيها داك الدقيق. كي قلت لكم اللي ما عندهاش الميزان دير 11 كاس ولا 12 كاس، ما تفوتوش 12. يعني اللي ما عندهاش الميزان بغات دير بالكيسان، حيت كل كاس كيوزن 100 غرام. عندي هنايا النافع وحبه حلاوه والجنجلان، يعني غادي ندير كاع النواشف كاملين. ما تكتروش بزاف القرفه، انا ما كنكترهاش بزاف، يعني ما تفوتوش معلقه صغيره ولا نص. هنا درت معلقه صغيره ديال خميره الحلوى. هاد المقادير اللي كنعطيكم انا ديال كيلو الدقيق، غير انا زدت 200 غرام على كيلو، يعني عندي هنا كيلو و200 غرام. غادي نبسبس الدقيق مزيان. نتوما بغيتو ديروا غير كيلو كديروا غير كيلو، غير انا زدت ديك 200 غرام. غير ما تفوتوش عاوتاني 200 غرام على هاد المقادير باش تجيكم يعني شباكيه مقومه، يعني باينين فيها قوام. غناخذ ديك ضمه الزعفران غنديرها في الكاس، وغنزيد عليها الماء يكون دافي باش غادي نعجن، وغادي ندير قبيصه الملح. هنا ضروري هاد المرحله يعني كدوزوا دوك النواشف في الغربال باش كتاكدوا بالنسبه للجنجان وحبه حلاوه والنافع باش ما يبقاش يقطع لكم العجينه. يعني الا درتوا هاد المرحله غتاكدوا بان العجينه ما غاديش تقطع لكم. حيت انا عندي هذيك الكاس ديال مونيكس ما كيطحنش مزيان. صافي هنا غادي نزيد ديك صفار بيضاء، والصفار بيضاء كتبقى لكم نتوما الاختيار. هنا درت نص كاس ديال زيت الزيتون، غادي نزيد باقي نص كاس ديال زيت نباتيه. عندي كاس ديال الماء الزهر. بالنسبه للخل غادي ندير 3 المعالق. ما تفوتوش ما تكثروش الخل، حيت الخل بزاف كيرطبها. درت 3 المعالق ديال الخل. هنا غادي ندير ديك 125 غرام ديال الزبده، يعني نصف ديال الزبده مارغرين. صافي هنا غادي نبدا نعجن. صافي هنا غادي نبقى نجمعها بالماء، يعني ما تكثروش الماء بزاف، يعني الجهد اللي غادي يجمع لكم العجينه صافي. وما ديروش الماء دفعه واحده، يعني غادي تبقاو ترشوا بهذه الطريقه اللي كندير انا، وكتدلكوا العجينه ضروري تدلك.
نتوما كترشوا الماء وكتدلكوا، يعني باش ما تكثروش الماء. تقدر تاخذ لكم كاس ولا كاس وربع، كيبقى على حسب الدقيق، يعني ما تكثروش الماء بزاف. هذا الا درتو هذا القياس اللي درت انا كيلو و200 غرام، تقدر تاخذ لكم كاس حتى الكاس وربع ديال الماء. انا كتبان هنا العجينه باقي خاصها الماء، ولكن ما غاديش نزيدها الماء، غادي نبقى ندلك حتى تجمع عندي العجينه. صراحه كتعذب شويه ولكن الصبر. نتوما بحال هكا تقسموا عليكم الخدمه. كي درت انا عجنتها بالليل وورقتها ودرتها في البلاستيكات ودخلتها الثلاجه حتى الصباح، عاد كنوض بكري وصافي كنبدا نخدمها. يعني كنبدا نسرحها عفوا بالمدلك وكندوزها في ديك الوراقه صافي، وكنبدا نشبك. يعني كنكون نقصت عليا نص ديال الخدمه بالليل. بالنسبه للعجينه كنقصها عليا، وهاد المرحله حتى هي كنديرها هكا بالليل، كنسرحها هكا بالمدلك وكنديرها كامله في البلاستيكات وكندخلها الثلاجه. هكا كتنقصوا عليكم الخدمه. ولكن الا بغيتو ديروا هذه المرحله بلا ما ديروا الخميره الفوريه، الخميره يعني الخميره اللي كنديروا حنا في الخبز، غادي ديروا غير ديال الحلوى، هذاك الكيس ديال الحلوى صافي، يعني كافي، بلا ما ديروا ديال العجينه. ديك الخميره الفوريه بلا ما ديروها، ماشي ضروريه هي. بالنسبه للمسكه الحره ما كنديرهاش انا في الشباكيه، حتى هي بالنسبه لي ماشي ضروري. وحتى بالنسبه للبيض اللي بغى يديروا كيديروا، اللي ما بغاش حتى هو ما كيديروش. حتى هو عندي انا ماشي ضروري، كيبقى لكم نتوما الاختيار. كاين الحويجات اللي ماشي ضروريين في الشباكيه راه قلتها لكم، ولكن شي حاجه تنقصوها ما خصكمش تنقصوها في هذه المقادير. غنبقى هكا حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي كامله، واللي ورقتها بحال هكا كنديرها في البلاستيك. صافي هنا ساليت، غادي نديرها في الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله. عاد غادي نبدا ندوزها بالمدلك ونورقها في الوراقه. انا فقت في الصباح وبديت كنسرح العجينه بالمدلك. يعني الا درت هاد الكميه تقدو يعني تخدموها بلا ماكينه، يعني بلا وراقه، غادي تخدموا هاد الكميه غير بالمدلك. يعني كيلو ساهل، يعني تقدروا تخدموه. انا واخا كندوزها في الوراقه كنزيد نسرحها بالمدلك حتى كتجي رقيقه. عاد كنبدا نشكلها. هنا غادي نشارك معكم يعني طريقه تشباك كتجي سهله، يعني الطرق اللي كيجوني انا ساهلين تشباك غادي نشاركها معكم، وانتم كيبقى لكم الاختيار تختاروا اللي بغيتو واللي جاتكم سهله. هنا اللي درتو هاد الطريقه اللي درت انا راه كتجي سهله، يعني ما كتحسوش بانكم درتو الشباكيه. الا حيدتو العجينه بالليل ودرتوها في البلاستيك كتجيكم سهله. في الصباح كتنوضوا كتسرحوها غير بالمدلك وكتشكلوها، يعني كتبداو تشكلوها. انايا هنا بديتها مع 7 ديال الصباح وساليتها مع 12 ونت حتى رديت الغدا صافي رجعت كنقليها. نتوما تقدروا تخليوها حتى كتنشف مزيان عاد تبداو تقليو. الا نشفت العجينه مزيان يعني نشفت الشباكيه يعني كتساعدكم في الخدمه، يعني ما كتحلش لكم في الزيت. انا كي ساليتها مشيت رديت الغدا صافي شعلت المقله بديت كنقلي، غير كملتها صافي تغديت. يعني صراحه جات الخدمه سهله ما جاتش صعيبه.
كاين اللي كيعجنها في نهارها ويشبكها في نهار ويطيبها في نهار. صراحه كتجي شويه صعيبه، الا قسمتوه هكا الخدمه كتجيكم سهله. انا غادي نبدا نشارك معكم طريقه الشباك، طريقه مبسطه. انا ضروري كتضغطوا من الجوانب باش ما تحلش لكم في الزيت. انا هنا غنوريكم شحال من طريقه كندير، وانتم كيبقى لكم الاختيار. هذه اسهل طريقه، يعني واخا تكوني مبتدئه او ما عمرك شبكتي، يعني هاد الطريقه كتجي ساهله. الشبكه كتجي رائعه. هذه هي الطريقه المعتمده عندي اللي كندير. ضروري ما تقرصوا دوك الجوانب باش كتاكدوا بان ما غاديش تحل لكم في الزيت. كيشتو انا ما سريتش الفيديو باش نشارك معكم التشباك، كنتمنى يكون واضح. هذه هي الطريقه اللي قلت لكم سهله، تقدر اي مبتدئه ديرها. صافي كنبقى حتى كنشالي. خليكم مع الشكل النهائي ديالها. هنا كندير المقله وكندير الزيت حتى كتسخن، عاد كندير الشباكيه. نتوما ديروا غير وحده، جربوا حتى كتشوفوها واش هي هذيك. يعني الا كانت الزيت سخونه بزاف راه غادي طيب لكم دغيا. الا شفتوا الزيت سخنات بزاف، يعني نسيتوا الزيت خليتوه حتى سخن بزاف، طفوا البوطه وخليو الزيت حتى كطيح درجه الحراره ديالها، عاد كتشعلوا عاوتاني البوطه. هذه في حاله الا نسيتوا الزيت حتى خليتوه سخنات بزاف. غير الزيت ما خصهاش تكون عاوتاني سخونه بزاف باش ما يتخطفش اللون ديال الشباكيه. وبالنسبه للبوطه انا دايره على عافيه متوسطه باش طيب على خاطرها. حتى هاد المرحله ديال الطيب كتكون مهمه في الشباكيه، وكتجيب الشباكيه معلكه الا خليتوها طيب على خاطرها، وكتجي اللون ديالها موحد، كيكون اللون موحد. وكناخد هنا 2 ديال المعالق باش يعني كنقلب الشباكيه.
الشباكيه عاوتاني خصكم ديما تبقاو حاضين معاها حيت دغيا كطيب. كنتمنى اللي باقي ما اشتركت في القناه كنقول لك اشتركي باش يوصلك ديما الجديد، وبارطاجيوها مع الناس والحباب باش تعم الفائده. هنا كنوريكم قياس اللي دايره انا البوطه. صافي هنا يعني ساليت، غنوريكم يعني الطياب اللي درت. هنا راه ساليت شباكيه، يعني هذه اللي بقات يعني عندي في المقله. صافي اللي حيدت كنديرها في العسل بهذه الطريقه، والعسل كيكون بارد. صافي هنا ساليت، هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه، كتجي ناجحه ومعلكه. كنتمنى تجربوها بهذه المقادير وهذه الطريقه. هنا وصلت معكم لنهايه الفيديو، مع السلامه الى فيديو لاحق.